مساء الفل. استكمالا لسلسلة مرتبات المهن هكلمكم النهارده شوية عن التمريض. لبنى في المريض 307. ناس كتيرة جدا سألتني عن التمريض ومرتباته في الدول العربية، فيلا بينا نخش في الموضوع على طول. لو قررت تدرس تمريض فأحب أقول لك إن الممرض ما يقلش أهمية بأي حال من الأحوال عن الدكتور، وإن الممرض ده هو إيد الدكتور وعينه لما يكون مش متواجد جنب المريض، وإن عدد الممرضين في مصر حسب بيانات وزارة الصحة سنة 2022 هو 800,000 ممرض بس، بينما في نقص أو عجز شديد في القطاع ده تحديدا، واحتياج لحوالي مليون ممرض على الأقل في القطاع الصحي في مصر. أما بقى على مستوى العالم فالعجز في قطاع التمريض وصل ل 9 مليون ممرض، ومتوقع إن العجز ده يزيد ل 13 مليون ممرض في سنة 2030. طيب جميل الكلام ده، يعني في الأغلب هتتخرج إن شاء الله وتلاقي شغل بسهولة سواء في مصر أو في الدول العربية، بس بصراحة كده أنت هتلاقي شغل بسهولة في مصر، لكن المرتبات مش هتكون مجزية قوي زي دول الخليج. عشان ما اطولش عليك يلا بينا نشوف احنا بندرس ايه في كلية التمريض. جوه الكلية هتدرس أحياء وكيمياء وعلم وظائف أعضاء، وكمان هتاخد مادة اسمها مهارات تمريض، بتتعلم